بصليش بصلي وبقطع بس. دي مشكله بسيطه قوي، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها كفر بس يعني تخيل المشكله البسيطه دي. تمام، النبي قال ايه؟ ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فتقوم هي قايله لك ايه او هو يقول لك بس مش كفر يعني قوي وبتاع. التاني بقى البايظ خالص لو قلت له بس دي مشكله كفر يقول لي راح مش عارف لما يموت حول لربنا ايه. هو معترف يعني بغض النظر عن رد الفعل العجيب اللي هو عمله، تمام، بس هو معترف، ما بيتعبكش، مش بيرهقك في ده. فعلا مشكله ضخمه ان انت تبقى شايف نفسك حلو وانت مش حلو، اللي هو الجهل مركب اني وحش ومش عارف ان انا وحش، لاني مش عارف ايه هو اصلا الوحش. فتبقى عايز تقنعني بحاجه انا ابعد ما يكون عنها، ان الشخص اللي ماشي في الطريق الى الله عز وجل، الانسان اللي ماشي في الطريق الى الله عز وجل، مهما انت عملت من طاعات شفت نفسك كويس ازاي؟ ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، يعني لا يكثر عملك في عينك، فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل. مهما عملت انت جنب اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك ايه؟ ولا حاجة، ما عملتش حاجة. تقولش ما أنا عملت وأنا كويس وأنا شوف ربنا بيقول ايه؟ يمنون عليك أن أسلموا. شوف بقى لما واحد يبقى شايف نفسه ما أنا أسلمت، ده أنا اللهم لك الحمد لله كويس جدا، أنا قريب من ربنا جدا، اللهم لك الحمد، وبيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار وبصلي وبتاع. هو شايف نفسه كويس على فكرة. طب ودي حاجة وحشة؟ يعني لازم يشوف نفسه وحش؟ أيوة، لازم تشوف نفسك دايما مقصر، لازم تشوف نفسك دايما على حقيقتك. على فكرة ممكن حد يقول لك ايه الحتة التانية، وليه أشوف نفسي مقصر؟ لأنك مقصر. لا، ومين قالك ان انا مقصر؟ اقسم بالله مقصر. لا اسكت، انت ما تعرفش انا بعمل عبادات ايه. طيب هفترض افتراض انت شايف نفسك بتعمل نفس الحاجات اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عملها. لو انت شايف ده فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، مهما عملت اللي انت هتعمله كله ما يجيش حاجة جنب اللي انا منيت عليك بيه. ده مين؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امال انا ايه؟ ده المعصوم صلى الله عليه وسلم. امال انا ايه؟ امال انا مطمن قوي كده ليه؟ اوزن كده ايه العبادات اللي انت بتعملها والتقوى اللي في حياتك واللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لك، هتلاقي ان انت ايه؟ مقصر. طب امال ايه الفشخره دي؟ ولا تمنن تستكثر، مهما عملت